أحب أن أعبر عن تضامن كل الشعوب العربية مع دولة قطر. ما يحدث الآن هو خارج إطار جميع القوانين والمواثيق الدولية. هذا الحصار الذي يتعرض له دولة عضو في الأمم المتحدة وعضو في جامعة الدول العربية وعضو في مجلس التعاون الخليجي، هذه الإجراءات كلها باطلة طبقا لجميع الشرائع والقوانين، طبقا للقانون الدولي وطبقا لقوانين الدول التي حاصرت هذه الدولة والمواثيق التي وقعتها هذه الدول أصلا، وطبقا للشريعة الإسلامية، برغم البيانات التي تكون قد صدرت عن بعض الجهات التي باعت تاريخها بلحظة ملتبسة. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! يا الله بسم الله الله أكبر! يا الله بسم الله الله أكبر! يا الله بسم الله الله أكبر! نحن مع استقلال الدول، ولا يجوز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وما يحدث الآن هو محاولة لفرض أمور على دولة مستقلة والتدخل في شؤونها الداخلية وعلى قراراتها المستقلة، ومحاولة للضغط عليها بإجراءات غير قانونية وغير إنسانية تخالف الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وتخالف كافة الشرائع والمواثيق الدولية والشرعية. نقف مع دولة قطر، ووقوفنا مع دولة قطر هو وقوف مع الحق، ووقوف مع دولة القانون ضد شريعة الغاب، ووقوف مع الاستقلال الوطني ضد التدخل الإمبريالي في الشؤون الداخلية للدول العربية والإسلامية. وشكرا لكم.